السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم النهاردة عن بروتوكول الرواد اللي احنا بننفذه النهاردة في المزرعة اللي احنا شايفينها دي. المزرعة دي 100 فدان، عليها محطة طاقة شمسية زي ما احنا شايفين كده، وعليها الحوض اللي احنا شايفينه ده. الحوض ده هيبقى حضان للزريعة علشان يبقى عندي 3 دورات في السنة. اوكي، ده كده الحضان بتاع الزريعة اللي احنا بنحضن فيه الزريعة، بنجيبها بوشة وبنحضنها فيها لمدة 2-3 شهور، بحيث بعد كده بندخلها في الصوب اللي احنا هنشوفها فيما بعد. وده عندي هنا الحوض، ده الحوض تجميع المياه كلها، ده المسؤول عن ري الارض كلها. الطاقة الشمسية اللي عندي هنا مشغلة بير. البير دوت القدرة بتاعته تقريبا يوميا حوالي 600 متر مكعب. حاليا الفترة دي هيزيد ان شاء الله يبقى 1000 متر مكعب يوميا من البير. المياه دي كلها هتروح على الصوبة اللي احنا هنشوفها دلوقتي واحنا بنأسسها، بحيث يبقى عندي دايما في المية البير شغال طول النهار مع اول ضوء لحد اخر ضوء. وطول ما هو شغال ما بيضخش في الحوض ده. هو كان الاول بيضخ في الحوض ده، احنا عملنا تعديلاتنا ان احنا هيضخ في الصوبة نفسها، ومن الصوبة المية هتخش في الحوض ده بعد كده وتتجمع هنا وتتوزع على الارض كلها، بحيث ان انا استفيد بالمعطيات بتاعه المزرعة اللي موجودة، ويبقى عندي فيه دايما تدوير مية يومي في الأحواض السمكية اللي احنا نشوف الأحواض بتاعتها الوقت اللي احنا شغالين فيها في تأسيسها، بحيث يبقى عندي دايما تجديد للمية. والمية داخلة احنا بنشغلها ان شاء الله هنشغلها على فنشوري، بحيث ان يبقى في عندي زيادة في الأكسجين واستغلال للمية اللي داخلة من البير في توليد الأكسجين في قلب المية، وتقلل لي شوية من معدلات التشغيل البلورات اللي موجودة عندي، اللي غالبا ان شاء الله هتبقى روت. يعني هنجيب روت نشغلها في الأحواض دي. زي ما احنا شايفين كده هنخش على الأحواض اللي احنا شغالين فيها دي دلوقتي. دول عبارة عن 4 أحواض بيجمعوا تجميع كلها في النص اللي احنا شايفينها دي هناك. اللي في النص ده هو مركز تجميع المياه كلها اللي بتخش فيه قناة الصرف بعد كده، ومن قناة الصرف بتطلع بعد كده على الحوض الكبير. ده البروتوكول اللي احنا هنشتغل فيه بإذن الله، واللي احنا من خلال الحوض ده بعد كده هيوريلي 100 فدان اللي موجودين دول. كنت معكم وجيه خوجة من قناة على اليوتيوب وعلى تيك توك. تحياتي لكم جميعا. لو أي حد عنده استفسار ممكن ينزله لي في التعليقات، وأنا إن شاء الله هجاوب عليه بنفسي بإذن الله. تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.